يا جنبتي. حتى العيال قاعدين يشي معاي، العيال ما قاعدين يشي معاي يا بيي. كانوا العملية اللي عملتها زمان. وبعت فيها كليتي عشان العيال يصرفوا ويتعلموا. كانوا رجع التاني ولي. بعتها عشان العيال يتعلموا ويصرفوا. وفي الآخر فيهم عيل سابني، والتاني اشتغل مع مراته وعياله وسابوني. اللي بعت لهم كليتي وحاجتي ومالي، والمرار الأتعس معي عيل معي يشرب شبو. بديت تايه في الدنيا. اللي معي يشرب شبو، صرفت عليه ما أملك. وفي الآخر بعد ما تعالج وراق رجع تاني. الله يحرق أبو الشبو، وأبو اللي صنع الشبو، وأبو اللي عمله ودل الشباب على الفساد. خلى الشباب ما عرفش يعمل حاجة. خلى الشباب خلى العيال والشباب ضاع يا بيي. جنبي دلوا الطريق، دلوا الشباب على الفساد والضياع، دلوا الشباب على الانهيار. خلوا الشباب ما عرفش تايه يمشي في الشوارع يتمطوح ويضيع. خلوا الشباب اللي يشتم امه واللي يشتم ابوه واللي يقتل اخته واللي ياخذ ذهب امه واللي ياخذ يسرق فلوس ابوه. بقت عاده منتشره جدا مع الشباب ديتي. مالك بيومك؟ مالك يا عمدي؟ الحقنا زاد. مالك يا عمدي؟ بسم الله عليك يا عمدي. الحقنا زاد. مالك يا عمدي؟ سر كنت مخبيه لعيال يا زياد. بايد يا عمدي. والله كنت سر مخبيه بس احكي لصاحبي زياد، بس السر ده ما يطلعش برا يا زياد. مش هيطلع يا عمدي. انا زمان بعت كليتي لعيالي عمدي عشان يتعلموا ويروقوا، ودولك فيهم اللي اتجوز في عيالي سابني، واللي صار راح حق دكاتي، بايدو عمدي. بايدو عمدي عايدت باكلتك يا عمدي. بايدو عمدي باكلتك عشان عيالك يمينك عيالك في الخلي. والامر والاتعس يا زياد فيهم عيل معي يشرب شابو معاي مضيع كل الفلوس اللي معي ياخذها مني. بايدو عمدي. وعالجته يا زياد وصرف علي فلوس الدنيا. بايدو عليك نحن ما حنقول عليك عمدي نحن. وتبيع كليتك وتقعد قاعد في الشمس شهر. اعمل ايه؟ بعتها ب 100,000 تضيع صحتك ب 100,000 جنيه. بايدو تضيع صحتك. الشابو ده ما عارفين ايش نعملوا ايه فيها يا زياد. ضيع الشباب كله. ما انت عشان فلوسك ضيع. يعتبر فلوسك ده حرام. يعتبر فلوسك ده حرام عليك. دي قصة كانت شبه حقيقية من بعض ناس صرفت، وفي ناس بالفعل باعت كليتها عشان أولادها وعشان تصرف على عيالي، وفي الآخر الولد ورجع تاني للشبو، واللي صرمح واللي راح واللي جه. دي شبه قصة حقيقية. احنا بنحكوا من قصص حقيقية في الواقع. مفيش ايه اللي بتعمله ده يا عمده بيومي. احنا بنحكي قصص حقيقيه من الشارع. في ناس بتقول انت ممكن ايه اللي بتمثله ده يا عمده بيومي. بمثل الواقع اللي بيحصل في الشارع. تتفق معايا او تختلف، ده محتوى انا بحب اقدمه للناس. تقبلوا او ترفضوا، ده حاجه ترجع لك انت ولشخصيتك انت. لكن اني والناس اللي متصور معاي متقبلين الامر ومستمرين إن نوصل صورة للناس بأبسط إمكانياتنا وعلى قد ظروفنا وعلى قد اللي نسمحوا بيه. والفضل والرزق بتاع ربني بإنه الناس تدعمني بمحبة من ربني، وإنه الناس تتقبلني أو الناس ترفضنا. احنا دي سايبينها على الله، لله سبحانه وتعالى. تحياتي لزياد حبيبي اللي بكل دور متواجد معاي على قد امكانياته وقد ظروفه. تحياتي لك يا زياد، وربنا يخليني، وان شاء الله مكملين. ودي قصه حقيقيه بتحصل من الواقع. تحياتي لكم العمده بيومي وصاحبي وحبيبي زياد.